فيلمنا بيبدأ بدكتور بروك وبنته كوين، وكانوا رايحين بلدة كاتيال، وهم كانوا عايشين أصلا في كاليفورنيا. هنا بنعرف إن بروك دكتور جراحة، وبيوصلوا البيت وكوين ما كانش عاجبها البيت، وبتعرف إنه كان بيت دكتور البلد السابق، وبيشموا ريحة وحشة جاية من ناحية المدخنة، وبتتصدم لما بتلاقي كلب ميت، وبيشيلوا باباها وبيرميه، وهي بتبص من الشباك بتشوف مصنع للبهلوانات بس بيكون متفحم. وتاني يوم بتنزل كوين تفطر مع باباها، وبتقوله قد ايه هي مش عاوزة البيت ده ومش عارفة تعيش هنا. بيقولها شوية وهتتأقلمي على المكان، وبيبقى عاوز يوصلها المدرسة بس هي بترفض لأنها مش صغيرة، وبتقوله يشوف لها الواي فاي. الله حاضر، وبيقولها تعرفي على ناس جديدة، وبتروح تفتح الباب بتتفزع لما بتلاقي شاب في وشها بيكون اسمه راس ساكن جنبهم، وقال لها قلت اجي ارحب بيكم. وبروك بيقول له يوصل كوين، وفي الطريق كوين بتسأله عن اماكن الخروج، وبيقول لها مفيش غير الصيد، ومش اي صيد، ده صيد البط لانها بلد ارياف. واول ما بيوصلوا المدرسة واول حصة بتكون لمستر فيرن، والعيال بيتريقوا عليه وبيحول الكل للتحقيق. وشوية وبتروح كوين تتعرف على مجموعة بنات بيكونوا هالس، جانيت، وروني، وتاكر، ومات، وكول. وكوين ركزت مع كول وبتعرفهم انها كانت فاكرة ان البلد احلى من كده، وانها حاسة انها عايشة في التسعينات. وكول بيقول لها اكتر يوم مميز في البلد دي هو يوم احتفال الذرة، وان ابوه هو اللي اخترع اليوم ده لان جده الكبير هو اللي اخترع عصير الذرة من سنين كتيرة. وبيكمل ماك القصة ان البلد كلها بتتلم حوالين فريندو، وده المهرج اللي صورته موجودة في كل حتة في البلد. وبتعرفها جانيت انهم اخترعوا مسلسلات على حس فريندو، كل ما كانوا عاوزين يعملوا فيديو ويعملوا ريفيوهات كتيرة كانوا يلبسوا هدوم البهلوان. وشوية وبتروح عشان تتغدى مع باباها في المطعم، ولسه كانت هتحكي له عن صحابها الجداد بيقطعها وبيقول لها انها اخدت انذار من اول يوم دراسة. وبيوصل المحقق دون وبيدخل يسلم عليه، وشلة الهلس بتوصل وبيقول لها دون ابعدي عنهم لانهم عيال سوابق. بس كوين ما بتهتمش لكلامه، وبتقول لباباها انها هتطلع تلف شوية مع اصحابها، ولسه هتقول لهم على المحقق دون. بيقول لها كول ما تقوليش حاجة، المحقق دون اصلا واقف لنا على الواحدة. وراست بيقول لها تعالي معانا هنعلمك اول خطوة لسكة الانحراف. وبيروحوا على سوبر ماركت جورج وبيخلوها تقف تشتري منه، وفي الوقت ده اتنين منهم بيتخانقوا سوا عشان يشتتوا انتباه صاحب المكان، والباقيين بيسرقوا المكان. وبعدين بيطلعوا بيروحوا يشربوا ويسهروا. وبتسألهم كوين على قصة المصنع المحروق، فبيقولوا لها انهم كانوا بيصوروا فيه مقاطع فيديو، وانهم دخلوا من غير ما حد يشوفهم بس ملهمش دعوة بالحريق اللي حصل، والكل اتهمهم بالحريق ده. وكول بيقول لها انه اكيد ماس كهربائي، وبتقول لهم يمكن يكون حد قاصد يحطكم في الجريمة دي. وفجأة بيسمعوا صوت صريخ عالي، واتفزعوا لما شافوا تاكر داخل عليهم سايح في دمه، ووراه فريندو وعاوز يخلص عليهم كلهم. ولسه كوين هتصوت بيلحقها كول وبيضحكوا، وبيطلعوا بيصوروا فيديو وعاملين فيها مقلب، وماك هو اللي لابس الماسك. وبعد شوية بتتكلم هي وكول، وبيسألها هي ناوية تعمل ايه في حياتها، فبتقوله نفسها تخلص دراسة. وانت عاوز تعمل ايه؟ بيقول لها انه عاوز يولع في البلد كلها. وبيسألها عن مامتها، بتقوله انها ماتت بسبب جرعة زيادة، عشان كده باباها قرر انه يهاجر ويبدأوا من جديد عشان مش قادر على فراق مامتها لانها كانت حب حياته. وبيقول لها ان اخته ماتت في حريق المصنع وحاول ينقذها لما نطوا في البحر، وللاسف ما قدرش يلحقها. ولسه كوين هتواسيه بتدخل عليهم جانيت وبتقول لهم في فيديو عاوزين نكمله. وفي اخر اليوم بيوصل كوين لبيتها، ولسه هتودعوا بيقربوا من بعض بيلاقوا بروك بيكسر عليهم الازاز وبيقول له مش عاوز اشوفك هنا تاني. واول ما بيدخلوا البيت بيتعاركوا، وبتقول له انها مش حابه البلد وبتكون علاقات مع اصحابها عشان تهون عليها. وابوها رافض الصحاب دي لانهم مش كويسين، فبتقول له انا جيت هنا عشانك فانت كمان سيبني اعيش على راحتي. وبتطلع اوضتها ولسه هتعيط بتلاقي ماك بعت لها الفيديو بتاعها وكانت بتضحك. واول ما بتعمل زوم في الصوره فجاه بتتصدم لما بتلاقي شبح حقيقي في الصوره وراها، وماك كان وقتها بيغني في بيته. فكوين بتبعت له الصوره وجرس الباب رن، بيبص على الكاميرا بيلاقي شخص لابس هدوم فريندو وبيفتكر انه مقلب من كول وبيضحك. وبيقوم يدور عليه وبيلاقي طين في الارض وبينادي على كول ويقول له كله الا الشقه انت بهدلتها. وبيدخل اوضته بيلاقيها كلها اكياس، وبيلاقي علبه غريبه كده في دولابه، وبيلف ظهره بيلاقيه في وشه. وهنا كانت الصدمه لانه بيخلص عليه وبيلفه في الاكياس. وتاني يوم الصبح
كان يوم الاحتفال، وأبو كول كان بيجهز عشان يروح الاحتفال، ومرضاش ياخد كول لأنه هيعاقبه بسبب جواب الطرد اللي جاله. بس مراته بتقوله إن الولد خلاص عرف غلطته، سيبه يروح. وبيروح على الحفلة وبيحكي أمجاد عيلته، وبيبدأ احتفال فريندو. بتوصل كوين الاحتفال وبتقول لهم معرفتوش مين الشبح اللي كان ظاهر في الفيديو. بتقول لها روني ممكن يكون راست. وبيوصل كول وبياخد كوين على ظهره عشان تشوف وتصور كويس، وبيوصل حد لابس ماسك فريندو وبيعمل حركة غلط بيولع في المكان، والحفلة بتتقلب. وهيل أبو كول بيتعصب وعاوز يعرف مين اللي عمل كده، وبيوصل المحقق وبيلم الشلة كلها على الاسم. وكوين كانت مصدومة لأنها لسه ما كملتش 20 سنة، ودخلت الاسم وبتقول أنا في ورطة. واحد كبير بيرد عليها وبيقول لها أيوة انتوا كلكم في إعداد الموتى عشان فكرتوا تلعبوا مع فريندو. بعد يومين بيتم الإفراج عنهم ما عدا الراجل الكبير. وأول ما كوين بتخرج بتلاقي أبوها واقف لها ومستنيها وبيزعق لها لأنه قال لها تبعد عن الشلة دي. وتاكر كان قاعد بيتمرن، وفجأة بيلاقي العلبة اللي شكلها غريب دي محطوطة جنبه، اللي شافها مات قبل ما يموت، اللي مرسوم عليها فريندو. وبيرجع يكمل تمرينه فبيتصدم بفريندو في وشه، وكده يبقى هو كمان باي باي. وبالليل بيبعت كل كوين تروح معاه الحفلة اللي عملها، وبتوافق وبتتسحب وبتنزل وابوها نايم، وبتروح الحفلة معاه. وفي الطريق بيديها علبة فريندو هدية وبيعرفها انها مميزة. وهم ماشيين بيتفزعوا بواحد طلع في وشهم، وبيطلع ريس وجاي من حفلة صيد ومصطاد غزالة. وبيروحوا الحفلة وبيرقصوا وبيشربوا، وبيسأل كول عن مات وتاكر، وبيقول لاصحابه انهم مختفيين وانه مستغرب اختفائهم، ازاي ما يجوش الحفلة. روني بتقوله اكيد هيجوا الحفلة دي، مش هيضيعوها استحالة. وكوين بتقوله تعالى نقعدوا لوحدنا، فبيقول لها سوري. فبتتضايق وبتطلع من الحفلة، ولسه هتتعارك مع جانيت عشان كانت بتتريق عليها. فجأة بيتفزعوا لما بيسمعوا صوت صريخ، وبيلاقوا جينجر وقع على الارض وفي سكينة في ظهرها، وبيفضلوا يضحكوا وبيقولوا ان اكيد مات هو اللي عامل المقلب ده. بس هنا الكارثة انهم بيلاقوا حد بيرمي عليهم راس فريندو من وسط الزرع، واول ما بيشيلوا الماسك بيطلع مات. وبرضه بيضحكوا ومفكرينه مقلب، وانه مركب وشه على الماسك، وان ده سائل احمر عشان يخافوا. وبيصدقوا وبيتصدموا لما بيلاقوا فريندو طالع من وسط الزرع وبيطاردهم وبيضربهم. وهم كانوا بيجروا بيوصل راس وبيحاول ينقذهم بسلاحه، وبيخلص على فريندو. وبيلاقي بقية عيلة فريندو طلعت لهم كلهم مقنعين، وبيفضلوا مطاردين وبيصرخوا. وفي الناحية التانية كان بروك صاحي ودخل أوضة بنته وبيقول لها حقك عليا وبيعتذر لها، بس طلعت حاطة مخدة وهي مش موجودة. وكوين واصحابها كانوا مستخبيين، وعيلة فريندو كانوا مصممين يخلصوا عليهم. وكول بيكتشف ان في خشبة بتتحرك ناحية باب حديد في الارض، ولحسن حظهم ده بيكون مخرج، فبينزلوا منه. نرجع لبروك، كان بيدور عليها وبيتصل بيها وتليفونها ما كانش فيه شبكة. وفجأة وهو بيدور بيلفت انتباهه باب المطعم مكسور، واول ما بيدخل بيلاقي حد من عيلة فريندو وبيطلب منه يساعد فريندو الا هينهي حياته، وطبعا بيوافق. ونرجع للشلة الهلس دي، كانوا بيحاولوا يخلصوا على عيلة فريندو وولعوا فيهم وبيجروا. واول ما بيطلعوا على الطريق بيلاقوا عربية جاية، وبيطلع المحقق دون وبياخد كول معاه وبيقوله اكيد انت سبب في كل اللي بيحصل. والثلاث بنات بيبقوا لوحدهم وبيرجعوا تاني وسط الزرع، وفجأة بيطلع عليهم فريندو وبيجري وراهم وبيستخبوا وبيكتموا انفاسهم عشان ما يتمسكوش. وبيجي فريندو يقول لهم وطوا صوتكم عشان ما اسمعكوش. وهنا الصدمة الحقيقية للبنات الثلاثة، وبيطلعوا يجروا. وباي باي لروني بيخلص عليها. وكده مفضلش غير جانيت وكوين، وبيلاقوا بيت في الغابة وبيدخلوا فيه، وبيطلع انه بيت عيلة فريندو. وبيلاقوا واحد هنا وبيخلص على جانيت، وكوين اتشجعت وخلصت عليه. وفي الوقت ده بروك خلص على واحد منهم، وكوين كانت بتهرب. بيتلموا حواليها وبيقولوا لها مش بالسهولة دي هتهربي. وبيطلعوا مين بقى؟ دي بقى كانت المفاجأة الحقيقية. اولهم جورج بتاع السوبر ماركت، والتاني المحقق دون، والتالت وده الكارثة الحقيقية هيل ابو كول واستاذ فيرن. وده عشان يتخلصوا من الفساد، واي شلة فاسدة بيشوفوها بيخلصوا عليها وبتتحايل عليهم يسيبوها. بيقولوا لها لازم تموتي، انتي كشفتينا. فبتقول لأبو كول انت ازاي تعمل كده في ابنك؟ بيقول لها انه هيخلص عليه لانه هو اللي حرق المصنع وكان سبب في موت اخته، لان ده كان مصنعه وكان مأمن عليه، وكان لازم يحرقه عشان ياخد الفلوس. وما كانش يعرف ان كول واخد اخته والشلة اللي تقرف دي. وللأسف اخته ماتت وكلهم عاشوا. وبيقول لها ان بنته ما كانتش ليها في الشلة الهلس دي، وكانت في حالها وكويسة
عكس كول، وبيقول لها انه هيخلص عليها الاول وبعدين هيخلص على كول عشان يبان انه خلص عليها وبعدين على نفسه. في الوقت ده بيوصل بروك وبيتصاب وبيقول لبنته اهربي بسرعة، وبسرعة بتخطط لحاجة وبتجري تلبس لبس فريندو عشان محدش يعرفها وتخلص عليهم واحد واحد. وكول بيفضل يلوم هيل لانه بيفرق بينه وبين اخواته وبيقوله انت السبب في موت بنتك بسبب انك طماع. فبيتعصب هيل وبياخد عربيته عشان يخلص على كول، بس ريست بيقدر ينقذه وكوين بتخلص عليهم واخيرا بيقدروا يخرجوا هما الاربعة. وبروك بيقول لها سوقي العربية عشان تتخلصي من خوفك، وبتخلص على اخر واحد في عيلة فريندو. وبعد فترة كبيرة بتروح كول تدرس في جامعة كبيرة، وبيجي كول وريست يودعوها، وفي الطريق بتلاقي معاها في العربية هدية وبتكون نفس العلبة الملعونة بتاعت فريندو، فبتاخدها وبترميها بره العربية. وهنا بيكون خلص فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو الفيلم عجبكم.